مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم اوسا سبور. مشاهدينا الكرام، في هذا الفيديو سنشاهد تدريبات المنتخب المغربي استعدادا لمواجهة المنتخب الاماراتي ضمن مباريات كأس العرب النصف النهائي. طبعا مشاهدينا الكرام، كنتمناو الانتصار لمنتخبنا الوطني تحت قيادة إطاره طارق سكيتيوي، وكذلك نتمنى لما لا الفوز المنتخب الأردني على نظيره السعودي تحت قيادة الإطار الوطني كذلك جمال السلامي. مشاهدينا الكرام، هذا الفيديو عبارة عن حصة تدريبية للمنتخب المغربي استعدادا لمواجهة المنتخب الإماراتي، واللي بالمناسبة كان غادي نشوفوا في هذا الفيديو عودة طارق تيسودالي الذي تعرض للإصابة. كانت إصابة مقلقة مشاهدينا الكرام الجمهور ديالنا كامل والطاقم الطبي والطاقم التقني، كذلك عودة المهاجم عبد الرزاق حمد الله إلى أرضية الميادين بعد غيابه أو بعد إيقافه بسبب البطاقة الحمراء. كذلك مشاهدينا الكرام، غادي نشوف هذا الفيديو عودة أشرف بن شرقي، ولما لا سيكون غدا متاحا لطارق سكيتيوي للمشاركة في المباراة النصف النهائية أمام المنتخب الإماراتي. نشاهد مشاهدينا الكرام بعض لقطات من التدريبات المنتخب المغربي. موبيليتي واحد جوج ثلاثة أربعة ولاتيرال واحد. إذا مشاهدينا الكرام، هذه بعض الإشارات حول مدى جاهزية المنتخب المغربي للمشاركة يوم الغد في نصف النهائي ضد منتخب الإمارات. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، التدريبات هي مزيج بين المتعة ما بين الفرحة وبين الجدية، لأن فعلا الحمل ماشي حمل سهل، هو حمل ثقيل عند الطاقم التقني والطاقم الفني والطاقم الإداري في هذه المباراة اللي غادي تكون مباراة ماشي مباراة سهلة ضد منتخبين ليس بالمنتخب السهل. حنا كنعرفوا مشاهدينا الكرام لأن المنتخب الإماراتي، من الذي أقصى المنتخب الإماراتي مشاهدينا الكرام؟ عودوا معايا قولوها في التعليقات مشاهدينا الكرام. شكون اللي أقصى المنتخب الإماراتي؟ قولوها لنا في التعليقات. هلا مشاهدينا الكرام، نشوفكم واش متابعين ولا متابعين شي. طبعا مشاهدينا الكرام أحسنتم، أقصى المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري اللي دائما نظرية المؤامرة كتخبط عليه، دائما كيقول على أن المشكل في التحكيم، المشكل في المغرب، المشكل هنا، المشكل هنا، المشكل هنا. جاء المنتخب الإماراتي وقام بإقصائه. المنتخب الإماراتي ليس بالمنتخب السهل مشاهدينا الكرام، ولذلك كنشوفوا الجاهزية ديال المنتخب المغربي للمشاركة في هذه المقابلة، ولما لا أننا نكون نحن الفائزين مشاهدينا الكرام. كمل سعود 10 11 يا حبيب 12 18 19 20 كملوا، واحد جوج كملوا الدراري، دوخوا ايوا هاي طيح فوالا فين ما بغيت انا فوالا هلا وين كما قلت مشاهدينا الكرام، ما تكونش مباراة سهلة،
وما غتكونش عاود ممكن نقول لهم ما غاديش تكون مباراة صعيبة، غتكون مباراة بين وبين، بين كر وبين فر. طبعا حنا كنعرفوا ان المنتخب الاماراتي بحال اللي نقول ليس بالمنتخب السهل، وكذلك المنتخب المغربي ليس بالمنتخب السهل. غادي يكونوا تكتيكات، غادي يكونوا فجوات، غادي يكونوا مساحات لدى الجانبين، لا لدى المنتخب المغربي ولا لدى المنتخب الاماراتي. وحنايا كمنتخب مغربي ان شاء الله غادي نكونوا سباقين، وغنشوفوا هاد الثغرات هادي، وغنشوفوا هاد المساحات هادي، وغادي نسجلوا الاهداف. مشاهدينا الكرام، اذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض التدريبات للمنتخب المغربي اللي غيواجه المنتخب الاماراتي يوم غد. وفحال اللي قلت نتمنوا الفوز دائما وابدا للمنتخب المغربي. لا تنسونا من الاشتراك، ومتنساوش تفعلوا زر الجرس لكي يصلكم الجديد، وكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم، شكون غادي يغلب مشاهدينا الكرام؟ واش غادي يغلب المنتخب ديالنا المغربي او لا غادي يغلب المنتخب الاماراتي؟ ونمشيو ابعد، واش غادي نغلبوا في 90 دقيقة او لا غنغلبوا في 180 دقيقة او لا غادي نغلبوا في ركلات الترجيح؟ مشاهدينا الكرام، كان معكم أوسا سبور، تحياتي.